اهلا بكم اخوان واخوات متتبعين قناه إدريد اس نيوز. هذا خوكم يوسف كنحييكم هنا من سانتاندير عاصمه كنطبريه بشمال اسبانيا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نهايه اسبوع موفقه للجميع، عفوا بدايه اسبوع موفقه للجميع. ما تديوش علينا، راه اليوم الثلاث عندنا واحد يعني فيستيفو هنا في سانتاندير. عند بالي راه الحد، المهم عادي عام بالمستملحات صافي. راكم تعرفوني انا ما كنمونطي والو في الهضره ديالي، ما كنبغيش نقطع الفيديو، فماشي مشكل يعني كندردشوا مع الاحباب وفي نفس الوقت نقدموا الخبر. الاخوه والاخوات قبل ما نبدا ما تنساوش يعني من باب الدعم تخليوا لنا شي لايك، ولا علي كان لايك، ولا خلي كومونتير عطي رايك، ولا اي حاجه بارطاجي الفيديو، دير اللي قدرتي عليه باش نطوروا هذه القناه ان شاء الله. ندخلوا الاخوان والاخوات في الموضوع مباشره بلا ما نبقاو ندوروا بزاف. كما تنعرفوا المنتخب ديالنا دابا حاليا المنتخب النسوي خسر ب0-0 مع المانيا. المساله ما عندناش فيها مشكل. المنتخب يلاه بادي مع منتخب بدا الكره النسويه من 1982، فماشي مشكل. اول مشاركه لنا استفدنا، رغم ان تمرروا على شي بيوتا يعني صراحه ما كانوش يتماركاو، وجوج ماركيناهم على راسنا، وبيوتا الاخرين كانوا ساهلين. ماشي مشكل، هاد التفاصيل المقابله نخليوها جانبا. قبل المقابله خصنا نرجعوا قبل المقابله في واحد الندوه صحفيه. ناض واحد الصحفي من القناه ديال بي بي سي، من الجريده ديال بي بي سي البريطانيه، وجه واحد السؤال خارج على الرياضه، خارج على كاس العالم، خارج على يعني خارج الاطار ديال ديك الندوه الصحفيه. اللاعبه ديالنا العامده المنتخب الوطني المغربي النسوي غزلان الشباك قال لها واش يعني عندكم نساء مثليات في المنتخب الوطني المغربي؟ قال لها بهذا المعنى هذا، قال لها يعني واش كاين شي بنت مثليه في المنتخب الوطني المغربي، وشنو الراي ديال يعني شنو كيفاش دايره عندكم القضيه ديال المثليه بهذا المعنى هذا. فاللاعبه غزاله الشباك ارتبكات، ما قدرتش تجاوب. والفور دخل المسؤول، فورا دخل المسؤول الاتحاد الدولي وقال عندنا خص تطرح على الاسئله الرياضيه. كان واحد الجدل، يعني كنشوفوا كيفاش ان هاد الناس كيحاولوا يخشيو شي حوايج خارج على الرياضه في الرياضه. شناها في المونديال في قطر، شناها بزاف ديال المحافل تحت شعار الحريه، بينما انت ملي تمتنع او ما تبغيش تدعم واحد القضيه تسميوك انت يعني كتضرب الحريه وحريتي انا فين هي. المهم هذه بين قوسين. فاليوم خرجت بي بي سي اعتذرت للمنتخب الوطني النسوي، وهذا هو عين الصواب، لان ما يمكنش نخليو بحال هاد المسائل تمر مرور الكرام. علاش ما سولتيش هذا السؤال لاسبانيا؟ علاش ما سولتيش لفرنسا؟ علاش ما سولتيش لايطاليا؟ علاش تسولوا لينا حنايا بالضبط؟ زعما شنو كتبغي تقصد بهذه المسائل؟ واش تبغوا تقصدوا اننا يعني غادي نستفزوكم بشتى الطرق؟ راه ما يمكنش. سمحوا لنا يعني باش نكونوا واضحين، هاد الناس تتقلب على اثاره الضوضاء، وتتقلب على يعني اثاره البلبله. خويا انت كنتي مثلي شغلك هذاك، انا ماشي مثلي انا شغلي هذاك، فما تستفزني ما نستفزك. الا كنتي انت كتدعم المثليه، راه واحد اخر ما كيدعمهاش، واحد اخر ما كيقول لك اودي سوقهم. ما حنا ما واش عمركم شفتوا شي واحد يعني مغربي ضرب شي مثلي؟ ما ضرب، ما كنوصلوا لهم، ما توصلوا لينا. فراه حنا يعني محترمين الحريه ديالهم يدبروا راسهم في الاخر، في الاول وفي الاخر، وحتى حنا خصهم يحترمونا. ما تندعموش هذه القضيه، حتى حنا خصنا نحترموا. المهم، فكما قلت لكم بي بي سي قدمت واحد الاعتذار تودي على اثر واحد السؤال لواحد الصحفي شاب في المقابله، عفوا في الندوه الصحفيه اللي سبقات مقابله المنتخب الوطني المغربي النسوي ضد النظير ديالو الالماني. وجه صحفي شاب تابع البي بي سي سؤال خارج على نطاق الندوه الصحفيه الرياضيه، فقدمت الاعتذار. ما عرفتش غادي يديروا مع داك الصحفي، داك الشيء ما شغلناش، باقي ما شفناش. ولكن ذات الصحفي تيمثل الجريده، والجريده اعتذرت. سالات هنا بلا ما نبقاو نثيروا الضوضاء، نخليو المنتخب النسوي مركز. كاينه مقابله ان شاء الله نهار الاحد مع 5:30 الصباح بالتوقيت المغربي، 6:30 الصباح. انا الناس ديال الجاليه المقيمه باوروبا اللي بغات تتفرج، اللي في البرتغال واللي في الانجليز، عفوا اللي في البرتغال واللي في بريطانيا، عندهم نفس التوقيت ديال المغرب 5:30.
لان بريطانيا والبرتغال ناقصين ساعه علينا، وحنا ان شاء الله غنتفرجوا الناس ديال فرنسا، اسبانيا، بلجيكا، كلنا هادو يعني غنتفرجوا مع 6:30 ان شاء الله، 6:30 الصباح نهار الحد. حتى واحد ما خدام، ماشي حتى واحد ما خدام، وانما يعني الاغلبيه ما خدامينش. ان شاء الله نحاولوا نوضوا الصباح نتفرجوا، ندعموا اللاعبات ديالنا، بغض النظر على دوك لي كومونتير اللي كان فيهم التنمر وداك الشيء، ما كندعمهمش انا، بغض النظر ان الدراري في الاول وفي الاخر راه كيضحكوا، ولكن في هذا الوقت البنات ديالنا محتاجين اننا نوقفوا معاهم، اننا ندعموهم، نصيفطوا لهم دي ميساج في الانستغرام تدعمهم وتتخليهم يتحفزوا. انا كندعي دعوه لاي واحد شاف هذا الفيديو اللي عنده انستغرام، سير عند اللاعبات، كتب عاد شي يعني شي ميساج زوين، او دير كوبي كولي وصيفطوا لهم كاملين الا قدرتي، ما فيها باس، ندعموهم. ماتش ضد كولومبيا، حنا كنخرجوا دابا حاليا غير بالتجربه، هذا هو المهم عندنا. مستقبلا راه تكون هضره اخرى، من هنا للقدام راه نطوروا راسنا اكثر واكثر. راه الناس راه خصها تعرف، راه اول مشاركه لينا، راه ما تسناوش من البنات اكثر من داك الشيء اللي يعني اللي داروا. ف بغض النظر، انا شوف المقابله اللي رجعنا ليها كاين بزاف ديال الهفوات، كان ارتباك، ولكن هادشي راه وارد، راه البنات عليهم واحد الضغط كبير، عليهم واحد الضغط كبير بزاف، لانهم اول مره غيلعبوا واحد الاجواء يعني عالميه، في واحد الدوله اللي بعيده امام جمهور يعني اجنبي تيتفرج وكذا. بغض النظر على الوديات، تقول لي لعبنا وديه مع ايطاليا ولعبنا وديه مع سويسرا وتعادلنا فيهم 0-0، كاين فرق بين ماتش ودي وماتش رسمي. ماتش ودي تلعب مطلوق اليز، كتدور كره، تتحرك مرتاح، هذا الماتش يكون على الضغط. فنتمنوا اللاعبات يكونوا يدخلوا في الاجواء في الماتش الجاي، وان شاء الله الخير قادم ان شاء الله في الماتش ديال كولومبيا والمغرب. رساله اخرى باش الناس تعرف اللي ما عرفش التوقيت، 5:30 الصباح ديال الحد في الصباح، مع 5:30 الصباح بالتوقيت المغربي، ومع 6:30 الصباح هنا الجاليه في اوروبا اللي باغي يتفرج هنا كاين في اوروبا. هذا مثلا الاخوه الاخوات، كان معكم خوكم يوسف، نحييكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.